ما تجي نور 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 أشعر بفرحة كبيرة لأن نلتقي ولله الحمد ونحن نعيش هذه الأيام أكثر من فرحة لهذا الوطن. وأقول اللي قدمتوه شيء ما هو غريب على رياض السعودية وعلى نادي الاتحاد خاصة. ناديكم هو مثل ما قلت في وقت سابق في مناسبة مماثلة أنه نادي الوطن، والحقيقة نادي نعتز فيه كلنا وفيما يقدم. أنا اليوم ترى ما هو هذا طموحنا اللي يحقق إن شاء الله. طموحكم قبلي هو إن شاء الله الوصول إلى بإذن الله المباراة النهائية وتحقيق الكأس الآسيوية بإذن الله. هذا بإذن الله أنا متأكد من طموح الجميع. أنا فقط بدي هالأيام مثل ما تعرفون متواجد في جدة لاجتماعات اتحاد الرياض الكرام الإسلامي. حبيت ألتقي فيكم وأسمع منكم، والحقيقة أهنيكم على ما قدمتموه في البطولة إلى هذه اللحظة. وأشكر بهالمناسبة أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، وأشكركم واحد واحد وجميع الأجهزة الفنية والإدارية على ما قدمتموه إلى هذه اللحظة في هذه البطولة. وما هي غريبة مثل ما قلت. أتمنى إن شاء الله دائما لكم التوفيق، ويعني أجدها فرصة إني أقول إن ما قدمتوه الحقيقة شيء تحتاجه الرياضة السعودية. وكما تعرفون الناس أملهم فيكم كبير وأملهم في الرياضة السعودية أيضا كبير، وإن شاء الله نجد دائما زملائكم أيضا جميع الأندية في هذه البطولة وغيرها من المنافسات باسم الوطن يحققون إن شاء الله ما نصبوا إليه جميعا، سواء في لعبة كرة القدم أو في جميع الألعاب والنشاطات المختلفة. الحقيقة يعني مهما قدمنا أنتم تستاهلون أكثر. وكما تعرفون وأعلن هناك إن شاء الله دعم لأي نادي سعودي يصل إلى هذه المرحلة من هذه البطولة، وقدم دعم $1,000,000 أو سيقدم اليوم بالنسبة إن شاء الله للمباراة القادمة والنهائي بإذن 1/1 تتمكنون إن شاء الله من الوصول. إن شاء الله سيكون مجموع ما يقدم غير ما قدم اليوم إن شاء الله مجموعة مبلغ $4,300,000 ريال، وإن شاء الله هذه تكون فيها خير ونفع لكم. وإن شاء الله أنا متأكد مجلس الإدارة سيحسن توزيعها وأن تكون إن شاء الله فيها الخير لكم. بالنسبة لأي أمر أنا موجود. إذا في أحد يحب يقول أي كلمة أنا موجود، وأبي إن شاء الله دائما وأبدا نستقبلكم بالأفراح. وأكرر الحقيقة شكري الخاص للأخ محمد، والحقيقة يعني وجه خير دائما تفاعلوا بالنواصي والبقع، وأنتم جميع زملائك الحقيقة قدمتوا عملا طيب، ونتمنى لكم التوفيق. ويمكن نادي الاتحاد يتميز أنه نادي عريق في المملكة ومن أوائل الأندية في المملكة، ودائما وأبدا يقدم من شباب هذه البلاد كثير ممن يخدم الوطن. فنشكر جهد نادي الاتحاد خاصة مثل ما نشكر جميع أنديتنا. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وأن نجد بإذن الله يعني المباراة القادمة أو هي ذهاب وإياب، فإن شاء الله أنها تكون إن شاء الله فيها الفرص سانحة. الحقيقة السبب الآخر موعد مباراتكم القادمة في جدة مع الأسف سأكون
في مهمة وطنية خارج البلاد، ولكن كان ودي اني اكون الحقيقة بينكم، فقلت ان شاء الله نلتقي ونرفع ان شاء الله من روح بعض، لان فعلا الاثر اللي يقدمه اي ممثل للوطن سواء كلاعب او كفريق اثره كبير جدا، والرياضة كما تعرفون متابعة في العالم كله. فالحقيقة أنتم إن شاء الله أنكم خير سفراء لبلادكم، ونتمنى إن شاء الله أن هالفرحة هذه تستمر، وأن تحققوا الانتصارات في المباريات القادمة. أكرر شكري وترحيبي بكم جميعا، وأتمنى إن شاء الله دائما وأبدا تكون لقاءنا أو لقاءاتنا في مثل هذه المناسبة السعيدة. وزي ما قلت لكم هو الحقيقة أنا التقائي فيكم للاطمئنان عليكم، وأي شيء تحبون ونقدر نخدمكم فيه حنا إن شاء الله حاضرين. ومن جهة أخرى إن شاء الله يعني ما يحتاج نحثكم، أكيد أنكم تعون بجد ما يحتاج أن يقدم في المنافسة الآن، وأي شيء نقدر نقوم فيه. حتى أنا أعرف أنه يمكن بعض الأخوان في الإدارة أو في الجهاز الفني عندهم رغبة في تأجيل بعض المباريات أو بعض الإجراءات في الدوري. هذه الحقيقة أنا شخصيا أؤيد تماما، لأن يمكن في تنظيم واضح لآلية التمثيل الخارجي، ولكن ما دامكم وصلتوا لهالمرحلة فإذا كان الشيء في يدينا ما يمكن نتأخر فيه. وأنا الحقيقة سأوصي للجنة المختصة المسابقات الفنية بدراسة هذا الموضوع وإيجاد حل، ومتأكد أن جميع زملائكم أيضا من الأندية الأخرى سيتعاونون بالموافقة على أي حل يكون. وهذا إن شاء الله دائما في المملكة العربية السعودية دائما على قلب واحد، ولكل ما فيه خير للوطن إن شاء الله. فأشكركم على هالجهد، لكن أيضا اللي نتطلع له ونأمل له إن شاء الله هو المرحلة القادمة. وترى ما في شيء في الدنيا صعب، كل هالأندية لعبتم معها سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، أو لعبتم مع فرق من نفس هذه الدول، وأنتم يعني عارفين أن الإنسان إذا اتكل على رب العالمين ثم إن شاء الله أخذ التعليمات الفنية وقدم ما عليه، الناس عمرها ما تلوم أي لاعب إذا هم، لأن كلكم معروف مستوياتكم عند كل المتابعين والجماهير الرياضية السعودية. إذا الواحد قدم مستوى وقدم ما عليه ما حد بيلومه، لكن الإنسان يبيله يبذل الجهد، وإن شاء الله الله يوفقكم وكلنا بإذن الله معكم. ونتمنى إن شاء الله أن هالمقابلة هي الحقيقة فقط لأن ألتقي فيكم وأسعد بشوفتكم، لكن المقابلة اللي تهمني هو إن شاء الله استقبالكم بإذن الله. وإن شاء الله يعني تكون أظن البطولة إذا بإذن الله يعني احنا مدري نفكر ولا نستعجل، بس نقول نتفائل بالخير ان شاء الله. اذا وصلنا النهائي ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ان يكون استضافه المملكه في مدينه جده ان شاء الله. اظنها بنظام الفرق ولا الفائز من الفريقين ان شاء الله الاتحاد ان شاء الله. اذا المباراه النهائيه ان شاء الله تكون في جده باذن الله، وتكونون انتم في النهائي، ونسعد الحقيقه. انا متاكد ان شاء الله كما هي العاده سيكون هناك تكريم يليق بكم، ونتشرف جميعا بالسلام على القياده وبفرحه لكل الرياضيين. انا اقول لكم هالكلام ماني مستعجل، لاني واثق بالله سبحانه وتعالى في كل امر، ثم واثق بقدرات السعوديين. فأنا إن شاء الله متفائل فيكم، وأعرف أنكم تستطيعون. وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق، وإن شاء الله نراكم إن شاء الله في مباراة نهائية. هذا اللي نأمل إن شاء الله. الله يطول عمرك.